السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم صحة وأحسن حال. يلا كده سموا الله وصلوا على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. قبل ما ابدا الفيديو كده يا حبايبي بشكركم على التعليقات الحلوه اللي كتبتوها لي في الفيديو اللي عدى. ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا. بس في كومنتين كده جوني في بدايه يعني في الفيديو. انا طبعا مش بحب اشوف الكومنتات الوحشه، بحذفها على طول. فطبعا كومنتين كده جولي كده في الفيديو، يعني بصراحة زعلت منهم، بس الله يسامحنا في ايام مفترجة وكده. هو انت بتتفشخري قوي كده وجايبالنا الحاجات دي وبتفرجيها لنا؟ ايه القرف ده انت قرفتيني يا شيخ. هو ده يتصور على اليوتيوب؟ ايه القرف بتاعك ده؟ ادي الكلام ده كله يعني. بصوا ايه القرف اللي انتم مصوراه لنا وجايباه لنا ده يا شيخ؟ روح ربنا يجرفك. عادي، مجرد ما والله الشغل عمره ما كان عيب زي ما انتوا قلتوا، واحنا بندخل رزق لبيوتنا بين اي حاجة يعني. مش عادي يعني، مش الشغل مش عيب زي ما انتوا قلتوا. اي حاجة اللي بنسعى عليها وندخل رزق لبيتنا ولولادنا مش احسن مثلا؟ والله يعني بصوا، واحدة عرضت عليا قالت لي تدفع 10,000 جنيه وهتاخدها 20,000. أنا عارفة العشرة، يعني العشرة هحطها واخدها 20، بس أنا عارفة العشرة التانية هتيجي ايه؟ هتيجي من حرام. الشغلانة دي نفسها يعني اللي هاخدها مكسب دي هاخدها حرام. فأنا اللي يرضى بالقليل كده ربنا بيبارك في القليل ويزيده كمان. واللي يحمد ربنا على القليل ربنا يديه تاني وتالت ويزيده من الخير. فانا زعلت من الكومنتين دول اللي هي يعني كومنتين جوني كده حذفتهم. هي مش هتلاقيهم اصلا يعني، الحمد لله ان في حظر وكده. بلوك يعني على طول كده، ان احنا نعمل بلوك لحد يكون هيزعلنا او يقول لنا كلام وحش. والله زعلت من الكلمة. يعني ايه القرف ده يا شيخة؟ هو ده يتعامل على اليوتيوب؟ هو طب ما يعني كل شغل، الشغل مش عيب، الشغل مش عيب. يلا احنا في ايام مفترجة والله يسامحها، بس انا حذرتها يعني ان كان حسابين وتابعها الله اعلم. المهم يعني واحدة كده او حساب، مش عارفة واحدة ولا واحدة، هم لازم يسم بدني كده في كل فيديو. بس الفيديو ده بالذات يعني بتاع الخردة ده، عشان ايه صرفت الخردات كده قدامكم كده فدخل في الجرف ده هيجري فيك يا شيخة مش عارفة ايه. يلا الله يسامح. المهم كده يا حبايبي كده بنبتدي. اول ما قمنا كده قلت افرش الحصيرة دي الحلوة دي اللي كنت شايلاها، كنت مخليها لرمضان وكده. قلت افرشها كده في الأوضة، وبفرش السجادة برا في أوضة العيال برا. ومكة كانت نايمة هنا كده ورانا هي اللي كانت قاعدة تلعب. قعدت كده روقت حوالينها كده. الأوضة هي كانت نظيفة يعني، كنت مسحها الصبح ومنضفاها. قلت اروق كده واطبق الفرشة على السرير، وكان عندي بقية الهدوم ما كنتش مطبقوها، طبقتها كده في الدولاب بتاعنا بس. وروقت الدنيا كده وظبطتها. وجيت عند التسريحة كده مسحتها ونظفتها. الحاجات فاكرينها اللي كانت جاني في الهدايا، اللي هي البرفانات. كانت متابعة حبيبتي من السعودية، هي اللي كانت جايبة لي البرفانات دي. قاعدين لحد دلوقتي اهو شايفين. انا احب احافظ على الحاجة كده لانها بتبقى غالية، بتبقى غالية وانا احب احافظ عليها. ومن اغلى الناس على قلوبي والله. اي حد يعني بصوا، الهدايا اللي جابوها لي كلها كده بحافظ عليها كده برموش عينيا. ربنا يجازيهم كل خير يا رب. كل الحاجات دي اللي كانت جاينا في الهدايا قاعده لحد دلوقتي على التسريح، بس اعمل منها المكه البودره والدهانات دي والبرفانات اهي قاعده. البرفانات بتاع العيال حطاهم بره ايه على التسريحات دي. قلت اروق كده التسريحه كده واظبطها. وبعد ما اخلص كده قلت هروح اعمل لهم كده، اخلص نقطه كده واعمل لهم كده غدا. تعالوا كده يا حبيبي نعمل أكلة كده شعبية النهاردة. أكلة بسيطة كده. رحت جبت كيلو بتنجان عروس يعني، وجبت كيلو طماطم، وكان عندي ايه فلفل. قلت ايه ونعمل نعمل غدا بسيط كده، هو بيسد يعني علينا غدا وعشاء. قلت نعمل ايه مسجعة كده بتبقى طعمها حلو. الشتا طبعا بتحب اي اكل كده يعني، والحمد لله يعني بنعمل بالموجود. زي ما قلت لكم كده يا حبايبي بعمل اي حاجه كده كل يوم كده يعني بتسد علينا غدا وعشاء. حابه اشكر كل اللي معايا في القناه من اخواتي وامهاتي. ربنا يسعدكم يا رب ويجزيكم كل خير. شكرا على الكومنتات الحلوه اللي كتبتوها لي، والدعوات الحلوه اللي بتدعوها لي. ربنا يسعدكم يا رب ولكم بالمثل. طبعا يا حبايبي قلت ايه بقى نعمل، يلا نعمل بتنجان مع بعضينا كده. في ناس بتعملها بتبقى المسقعه بطاطس وبتنجان، بس انا ايه ولادي بيحبوها بتنجان بس. فقلت ايه حطيت الزيت كده على البوتاجاز، وقلنا ايه نقلي البتنجان. طبعا انا بعملها بالثوم.
فصصت لي شهد كده كام فص توم ودجيتهم في الهون بتاعنا كده، وقلت ايه نعمل غدا بسيط. يعني اي حاجه كده بنعملها كده كل يوم، مره اعمل شويه عدس شويه طبيخ، المهم اي حاجه يعني اي حاجه سخنه كده. وطبعا ايه لازم نرضى يعني يوم كده ويوم كده، الدنيا كده ما بتمشيش، يعني لازم نرضى بكل حاجه حلوه ربنا يديهنا وكل حاجه وحشه ربنا يديهنا. فلازم نرضى بحالنا ونرضى باي حاجه ربنا كده يديهنا. لان ربنا كبير، اللي بيرضى بالقليل ربنا بيديه الكتير. والف شكر والله العظيم الكومنتات اللي فرحت قلبي اللي اسعدتني الفيديو اللي عدى. بس طبعا جاتني كومنتات وحشه، يعني بدايه الفيديو كومنتات وحشه الله يسامحها بقى. لكن انتم ربنا يخليكم ليا يا رب، ما تحرمش منكم ابدا، يسعدكم كده ويخلي لكم ولادكم وتشوفوهم احسن الناس، ويرزق كل مشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. بص كده يا حبايبي، رحت كده قلت اقطع البتنجان واحمره. في ناس طبعا بتعمل المسجعه بتبقى البتنجان ني والبط يعني بيعملوها ني في ني. البتنجان بيرموا ني، كل حد وطريقته طبعا، طريقتكم احسن طبعا يا حبايبي. بس انا طبعا بعمل ايه كل حاجه ببركه ربنا كده وبعمل بالموجود، مش بحب يعني مش بكلف في الحاجه وكده، بعمل اللي ربنا بيديهولي. وعندي توابل ملح التوابل بحط له، مش بقعد يعني مثلا بعمل كل حاجه ببركه ربنا الحمد لله. وبتبقى الاكل زي طعمه زي الفل وزي العسل والله العظيم. اهو كده حمرت البتنجان كده يا حبايبي، حمرتهم كلهم، كنت جايبه كيلو بتنجان بس. اهو قطعت باجيهم كده. وجرون الفلفل دي يا حبايبي بحمرها كده وبحطها مع المسجع. بس ايه طبعا في ناس طبعا بتقطعها، يعني تقطعها مع الطماطم او تقطعها، بس انا ايه بحب احطها صحيح كده. لان عندما نيجي ناكل اللي بيحب ياكلها صحيحة بياكلها، ما بيحبش ما بيطلعش منها خالص جرون فلفل في الاكل، لكن بحب اكلها صحيحة. بس هنا كنت بقول لشهد يا شهد اخر شوية زيت في الجزيزة يا شهد. طبعا ازازة الزيت عندنا بتتباع ب50 جنيه وكده، بس انا بجيب اللي هم يعني بيجوا في التموين وكده، بستعملهم لحد ما بيخلصوا كده. وبعد كده ايه مش بعمل اي حاجة بتتكلف يعني زيت وكده، لان السمن موجود وبنشتريه، اما الزيت مش موجود، مش بيتباع إلا بالجزازة، يعني الجزازة ب50 جنيه. بس قلت اعملهم كده وخلاص ان شاء الله على اول الشهر بقى عندما نجيب التموين نبقى نعمل المأكولات اللي هي بتتعمل بالزيت. عملت التومة كده يا حبايبي، حمرتها وطشيتها بالطماطم، طبعا بحب طماطم المسجعة، بتبقى كايه بتبقى مقطعة الطماطم بتاعت المسجع. زي ما انتوا طريقتكم بتحبوا تعملوها مضروبة اعملوها مضروبة، كل واحد طبعا ايه وطريقته، لكن انا بحب اقطعها، بتبقى طعمها حلو. بعد ما بتستبك كده رميت عليها شوية شطة كده يا حبايبي، وحطيت لها ملح بتوابل، وسبتها ايه تستبك كده مع نفسها لحد ايه ما تستبك خالص وينشفوا كده على البوتاجيز. بعدين برمي عليها البتنجان اللي انا جاليه كله ده بحطه عليها. اهو حطيت لها ملح كده وبتوابل، وقلت ايه اغطي عليها كده واسيبها. ومسكت كده يا حبايبي الطبق اللي كنت مقطعه فيه الطماطم والهون اللي عملت فيه التومه كده وصبنتهم. قلت اصبنهم كده وانضفهم، بحب كده اول باول تبقى المواعين نظيفه، محبش ارقم كده مواعين يعني، عشان كانت غاسله يعني الصبح مواعين فما كانش فيه، وقلت اغسلهم بالمره كده واشطفهم كده على الحنفيه. طبعا نظافه من الايمان يا حبايبي. انا عارفه طبعا معايا احسن ناس واطيب ناس في الدنيا، ربنا يخليكم ليا يا رب ويديمكم نعمه في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. بس كده كلنا كده بنتحمس مع بعضينا كده، والله بتفرحوني بالتعليقات الحلوه، بيقولوا لي احنا كنا كسلاني يعني متابعه، جات لي كنت كسلانه يا محمد ولما شفتك كده قمت اتحمست وبقيت اعمل شغل بيتي. ربنا يديكم الصحه يا رب والعافيه كده، وتعيشوا وتعملوا لاولادكم، اللهم امين يا رب العالمين. بس كده يا حبيبي شطفتهم كده ورحت بقى ايه شفت بقى البتنجان عمل ايه، الطماطم السبكت اهي، قلت احط البتنجان اللي انا جاليه وخلاص كده. يعني المسقعة دي سهلة خالص وبسيطة خالص، واكلها حلو وجميل والله. الشتا بتقبل اي اكل، اي اكل كده الشتا بتقبله. بس وخليتهم كده خدوا غلوة كده بتسبيكة الطماطم على البوتاجاز، وبعدها ايه سبتهم ياخدوا غلوة كده، وبعدين طفيت عليهم اهو. وجرن الفلفل حطيتها زي ما هيك صحيح، براحتكم عايزين تقطعوها قطعوها زي ما انتوا عايزين، طريقتكم طبعا احسن يا حبايبي.
بس كده هغطي عليها دلوقتي بقى وايه، واسيبها تاخد غلوة على البوتاجاز. وبعدين ايه احط كده غدا نتغدى ان شاء الله. غطيت عليها كده وقلت تاخد غلوة بسيطة، وهديت نار البوتاجاز. وقلت ايه اشغل التلاجة بتاعتنا. في ناس قالت لي يا محمد شغليها وكده، وفعلا يعني بتبقى مني حاجات كده من لما اكون جايبه خضار ولا حاجه بتتبقى مني بتبوظ. كنت بحطهم في المطبخ او في التربو. بس مليت كوبايه ميه كده جنب الدورك، يعني مش بحط الا كوبايه واحده بس في الكولمن. كوبايه ميه واحده بس، بحيث انه ايه بمخلي الميه ساقعه. قلت لا انا اشغلها كده ان شاء الله كده. وحتى لقيت ليمون بايظ كنت ركناهم في المطبخ، رحت حشته ورميته. وحطيت بقايا اللي اتبقوا مني من المسقعه كام طماطمايه. حطيتهم في التلاجة. وقلت ايه اشغل، عشان برضو لقيتها عامله ريحه كده من لما شغلناها شويه، وبعدين ايه ركناها تاني على جنب. بس قلت اشغلها كده كل يوم شويه كده في النهار، لان عندنا النور بالليل ضعيف خالص. في اي اجهزه بتبقى عندنا النور في الشارع، يعني اي حاجه كده بفصلها، حتى السخان والله بفصله بالليل، مش بشغله بالليل خالص. اي اجهزه بطفيها بالليل. النور عندنا مش حلو يعني بالليل، ممكن يحرق اي جهاز. قبل كده يعني حرق لي التلاجة قبل كده، اللي هي كانت القديمه اللي كانت عندي. ودلوقتي يا حبايبي تعالوا اتغدوا معانا كده، وحطيت لي العيال كده ياكلوا. اتمنى فيديو النهارده يعجبكم، ما تنسونيش في اللايك عشان بيرفع الفيديو يا حبايبي. تعالوا اتغدوا معانا. يلا اشوفكم على خير ومع الف سلامه.